بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى هنعمل مكرونه نجرسكو، طبعا كلنا بنحبها احنا وولادنا، بطريقه سهله وبسيطه وكل المكونات من البيت، ان شاء الله هتعجبكم. ويلا نبدا بالمقادير وندخل بقى على طريقه التحضير. يلا نسمي الله. معايا نص كيلو من الفراخ البانيه، مقطعاها شرايح وغسلاها بالليمون والملح ومنضفاها كويس قوي ومصفياها كمان. 3 بصلات جوانح بالشكل دوت، معلقتين زيت، معلقتين خل، مكعب مرقة دجاج، معلقة بابريكا مدخنة، معلقة زعتر، مع ربع معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، 5 معالق من الدقيق، فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، طبعا احنا مفرزينه، وطبعا ساح اهوت، ولا اسود ولا جراله اي حاجه، انا بوريكم اهوت. معايا زيتون متقطع، كيلو من المكرونه الاقلام لو عايزه شرايح تمام، معلقه كبيره من الثوم، 4 معالق من الزبده، كيلو من اللبن اللي هو من عند اللبان، وكيلو لبن بخيره، وطبعا الجبنه الموتزاريلا. معايا حله فيها ميه بتغلي، حوالي 2 لتر ميه، مش هحط فيها غير معلقه ملح صغيره، ونسلق المكرونه بتاعتنا، نقلبها كويس في الميه. ما بحط الزيت في المكرونه بتاعت البشاميل او النجريسكو عشان انا عايزاها تبقى ماسكه ببعضيها. هنا عقبال بقى ما تتسلق معايا، هجيب بوله هنزل بيها في بالبهارات بتاعتنا اللي هي بابريكا وزعتر وملح وفلفل اسود اهو، معلقتين الثوم، ومكعب مرقه دجاج، طبعا ده الزيت والخل. نقلبها كويس، قلبي كويس قوي، واي حاجه متكتله معاكي فككيها كده، من المرقه، من الثوم، من اي حاجه فككي. وهنا معايا الفراخ بتاعتي بقى، الفراخ دي طبعا متصفيه، مغسوله في ميه وملح وليمون، ونقعها حوالي 10 دقايق، ونشلتها وصفيتها. نقلبها كويس في التتبيله الخطيره دي، ريحتها تحفه يا جماعه، تحفه 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 يعني، مهما اقول لكم على ريحتها وطعمها كمان. في ناس كتيره بتعمل النجريسكو من غير الطريقه دي، من غير التتبيله دي، بس بتبقى مش حلوه. جربتها كده احلى. كده هي خلصت معايا بقى. هنا ووك او طاسه او حله او صينيه، اي حاجه عندي غويطه شويه، حطيت فيها حبه زيت، واول ما يسخن معايا هنزل بالفراخ بتاعتنا بالتتبيله الجميله دي. هبصوا الزيت سخن كده، قلبيها ووزعيها بالشكل دوت وسيبيها، هي هتنزل السوائل وهتستوي فيها منها فيها كده، ولا تحطي ميه ولا اي حاجه، هي هتنزل كل حاجه وهتشرب كل حاجه برضو. هي وزعناها بالشكل دوت، بقول لكم اهيت ابتدت تنزل الميه بتاعتها اهو، شايفين؟ هي بقى هتستوي فيها وتشربها كل دوت واحنا بنسلق المكرونه اهيت. طبعا لسه ما استوتش. هنا بقى واحنا بنسوي المكرونه وبنسوي الفراخ بتاعتنا نعمل البشاميل، هنزل بحبه زيت صغيرين الاول، وبعدين بالزبده عشان ما تتحرقش مني، حوالي 5 معالق زبده. قلبيها بقى لحد ما تسيح. حبه الزيت الصغيرين اللي في الاول دولت ما خلوش الزبده تسيح، بص، ما خلوش الزبده قصدي تتحرق مني.
دول حوالي 5 معالق من الدقيق كبار بس. قلبيها كويس وفككي الدقيق كله في قلب الزبدة كده. اهو بالشكل دوت. اوعي الدقيق يتحرق منك ولا يتحمر، احنا عايزين بس يدوبك ريحته تطلع. هو لونه اصفر جامد كده عشان الزبدة صفرة. هنا هنزل باللبن بتاعنا، ده كيلو اللبن اللي احنا جايبينه من عند البقال وغلياه. وحطي بقى عليه لبن بخيره او جهينة. دول 2 كيلو لبن على 5 معالق زبدة و5 معالق دقيق. قلبي كويس. طبعا اللبن معانا ساقع. حطيت هنا ربع معلقة من الفلفل الاسود، حبة ملح برضو مش كتير عشان هنحط مكعبين مرقة دجاج. طبعا مرقة الدجاج بتبقى حادقة، بتديها طعم كده وحاجة بتديها تسكيرة حلوة كده. بس كده، انا ما بحطش بهارات اكتر من كده. في ناس بتحب تحط قرفة، حطي، اللي بيحب حاجة يحطها. بهارات 7 بهارات طبعا بيغير طعم البشاميل قوي. انا ما بحبش احط اكتر من ملح وفلفل اسود ومرقة دجاج، ولا حبهان ولا قرفة بصراحة. بيغيروا من طعم اللبن وبيغيروا من طعم البشاميل كله. قلبي بقى كويس. هنا لسه بقول لكم اهوت القوام خفيف قوي. اهو هنا بيبتدي يتقل شويه، انا مش عايزاه تقيل قوي يا جماعه، انا عايزاه ايوه كده اهوت، شايفينه كده اهو. اول ما يبتدي يمسك في المعلقه بالشكل دوت اهو، اعرف ان كده ايه مظبوط. طفي عليه وسيبيه، هو لما يبرد هيتقل شويه صغيرين. وهنا المكرونه بتاعتنا كانت استوت اهيت، هصفيها دلوقتي. ودي اهي شربت الميه كلها وابتدت تنطر الإيدام. اول ما تنطر الإيدام بالشكل دوت كده وتطشطش معاكي، انزلي بالبصل. انا عايزه البصل ياخد تشويحه ويبقى فيه قرشه برضو. قلبيها كويس في البصل. اهو اتقلبنا كده. شم الريحه بقى، على الريحه والجمال بصراحه تحفه يا جماعه. وننزل بالفلفل الالوان بتاعنا، الفلفل ده اللي احنا كنا مفرزينه. بصوا، ولا ترى والله ولا اي حاجه، اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، ولا اتهرى ولا جراله اي شيء ولا اسود حتى، والوانه زي ما هي اهيت. وتحفه يا جماعه، نفعني بصراحه قوي قوي. نديها تقليبه حلوه. طبعا احنا بقى مملحين وفي البهارات وكله. هنا كنت بصفي المكرونه بقى، صفيتها. وهنا هي ابتدت الحاجه تقل شويه، يعني دبلت معايا. واول ما تحسي ان هي دبلت كده واستوت معانا، ننزل بالزيتون. اخر حاجه تنزلي بيها الزيتون عشان ما يمررش منك. قلبيها كويس، ياخد تقلبتين بالظبط كده بالشكل دوت ونطفي عليه. اهو بصوا بوريكوا ازاي اهيت الحاجه. طبعا انا عايزاها جوسي، سبت فيها حبه يعني ما خليتهاش ناشفه قوي. اهي خليت فيها الإدام وتبقى جوسي كده حلوة. وادي اهي تقل معانا شوية اهو، ده القوام اللي انا عايزاه المظبوط.
في صينية بقى، في طواجن، في اي حاجة تريحك. معايا الحلة اللي انا سلقت فيها المكرونة، هنزل بقى بالمكرونة بقى بعد ما تتصفى اهيت. حلة بقى بلاستيك اي حاجة، بس انا كانت متوفرة عندي الحلة دلوقتي. وحبة بشاميل كده، غرقي بقى المكرونة بشاميل. قلبيها، لو عايزة التاني حطي. هي المكرونة النجريسكو يعني بشاميل. وننزل بنص الخليط دهوت، النص بالظبط. وقلبيه بقى كله. خلطة تحفة وطعمها جميل جدا، جربوها على الطريقة دي هتعجبكم قوي. قلبيها بس اهم حاجة كلها تتمكس في بعضيها كده مع بعضيها اهيت. معايا الصينية حملاها. هنا بقى ما قسمتش ولا اي حاجة، انا حاملة الصينية. طريقة الرص دي بتاعتك، حابة تحطي طبقة مكرونة من تحت وفي النص الحشو، ومن فوق مكرونة تاني براحتك. حابة تعملي زي كده طريقة الرص دي برضو براحتك، نوعي. خلي بس الربع الأخير موجود فاضي، اعملي حساب هنحط حشو تاني، والبشاميل والمكرونة الموتزاريلا واللحمة الموتزاريلا. هي كبسيها كده، سويها أهم حاجة بأي حاجة، بمعلقة بهراسة بأي حاجة، بس بالراحة، اضغطي بالراحة اهو بالشكل دوت كده. زي ما قلتلكوا خلوا مساحة للبشاميل وفي بقية الحشو والجبنة الموتزاريلا اهي. غرقيها بقى بشاميل. تحفة يا جماعة، وطعمها جميل جدا جدا. اهي اهو النص التاني من الحشو. بصوا بقى هنعمل ايه. هنحط فوق الوش بالشكل دوت كده. وزعي كده، وعلى الطواجن برضو. بالشكل دوت اهوت. جربيها بس على الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، مستنية رأيكم. جبنة بقى موتزاريلا، عندك ميكس جبن حطي، اللي هي موتزاريلا على شيدر على رومي براحتك. انا كانت متوفرة عندي الموتزاريلا. وما تحطيها في الفرن، ما تخليهاش تحمر عشان ما تنشفش. هقول لكم برضو طريقة السوا دلوقتي. ايوه وزعي الجبنات
وزعي اهم حاجة الجبنة كويس. حابة تكتري الجبنة عن كده كتري براحتك، المتوفر عندك حطيه، مش حابة تحطي جبنة خالص ما تحطيش بالشكل براحتك دوت. برضه. حطيت عليها حبة زعتر فوق الوش اهو شكلها، وفي الرف الاوسط على اعلى درجة حرارة عندك. نبقى خلصنا حبايبي اكلتنا معانا اهو وصفتنا. بصوا يا جماعه الجبنه اهي سايحه ازاي، المكرونه والجبنه اهي جوسي وجميله والطعم تحفه. ودي نفس الحكايه اهي سايحه مكرونه. بصوا عايمه ازاي من جوه، عايمه كده طعمها تحفه قوي هتعجبكم. ودلوقتي بقى هنستعين بصديق يجي يدوق تبرد شويه. دي مريم بنتي اهيت. مريم يلا دوقي وقولي بس بصراحه. ماشي ماشي. هحط لك حته زيتون كمان. يبقى معرفتك سخنه خلي بالك. اقسم بالله تحفه. تحفه يعني؟ والله تحفه. تحفه بجد؟ تحفه ولا عشان انا ماما؟ لا والله تحفه. طب جميل. حطوا اللايك بقى. ودي نهايه الوصفه بتاعتنا، يا رب يكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. وما تنسوش بقى المتابعه على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.